بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا قبل قليل فرمان من سيدنا والي بلدة درنا المنكوبة. قام جيش من الغيلان بالهجوم على بلدتنا الحبيبة، وقد تناول وجبة شهية للغاية، وقد أصبح ولله الحمد كل فرد وكل مواطن في بلدتنا وسيلة إعلامية متنقلة لحاله، ما حدا قال له روح ولا لي أخبار. لذلك ونتيجة لذلك تحركت فرق من الجيش الليبي والقوات الخاصة بالاشتراك مع كافة القوات الجوية والبحرية والبرية، بالاشتراك مع كافة أنواع الأسلحة والذخيرة، وتم القضاء ولله الحمد على بعض الغيلان واعتقل البعض الآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو رأيك عزيزي المشاهد بهالفرمان تبع سيدنا الوالي؟ مشان تعرفوا انتو قيمة الإشاعة وقيمة الكذب يلي الناس عم تكذبوا وعم تتداولوا بين بعض البعض. هلا بالنسبة للغيلان ظهورها حقيقي والكلام عنها حقيقي، وهي حقيقة بحد ذاتها. لما ذكر حبيبنا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه، وقد نقلوا ابن ماجه والنسائي وأحمد، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تغولت لكم الغيلان فبادروا بالآذان. ليش بدنا نأذن إذا ظهرت الغيلان؟ لدفع شر الغيلان عنا وعن هالبشر وعن هالناس اللي ظهرت عندهم. لكن بتعرفوا شو معنات الغول؟ والله شي بيخوف. قولوا الله لا يفرجينا إياه، وإن شاء الله ما بنكون على هداك الوقت. لكن الواحد إذا ظهر له بس هيك فجأة، بتعرفوا شو بصير فيه. إذا ظهر حيشاكم كلب بالطريق، أنت ماشي وما سمعت إلا صوت كلب عم بيعوي، شو بيصير فيك؟ طب شلون إذا ظهر لك غول ولا إذا ظهر لك ضبع؟ عزيزي المشاهد، وقد تم تعريف الغيلان بأنها نوع من أنواع الجن والشياطين، وبالضبط الشياطين السحرة، يعني اللي بتسحر هالعباد. يعني ما بتحسوا بتدرى إلا إجاك غول وقاموا سحرات. يا أما بصير الواحد مثل المجنون، يا أما في فد عقله، أو تجيه جلطة أو سكتة قلبية وبموت. وبنفس الوقت العلماء والفقهاء عرفوا هذا التعريف نفسه. ومعنى ذكر الغيلان في حديث حبيبنا ورسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، معناتها الغيلان حقيقة وإلى وجود حقيقي. ولكن هناك بعض الخرافات اللي بتتداولها والإشاعات من بعض الناس. شو بيقول لك؟ إنه الغيلان بتتلون، يعني الغول بيتلون، يعني مرة بيظهر لك أحمر، مرة بيظهر لك أخضر، أصفر، أزرق، بنب. فتخيل بقى أنت شو بتحب اللون اللي بيظهر لك فيه الغول؟ قل له يا بقى. وبنفس الوقت عم يتداولوا إشاعات إنه لا، كمان الغول بيتشكل. يعني شو بده يتشكل؟ يعني بيظهر لك بصورة غزال مثلا، بصورة حمار وحشي، بصورة هيك فرس ولا جمل ولا ضبع ولا تمساح. شو هالحكي هذا؟ ما بدنا نخلص من هالإشاعات ومن الكذب ومن هالتلفيقات. والله العظيم مصيبة نحن. والله هلا البعض بقول لك انه ظهرت الغيلان، وفي ناس قال شافتها، هيك بتقول شافتها انه ظهرت بدرنا. شو هالحكي هذا؟ لا سيدي، ما ظهرت بدرنا. وليش ظهرت بدرنا؟ بيقولوا لك لانه في جثث كثيره ما اندفنت، وفي جثث كمان ما قدروا يدفنوها والعياذ بالله، ما وصلوا لها. يعني الله يرحمهم برحمته يا رب ويتقبلهم، والله يوقف معهم على مصيبتهم يا رب. علما انه الغيلان عزيزي المشاهد ما بتظهر بهيك اماكن، وما بتظهر لانه والله بلدة درنا مهجورة ولانه فيها جثث. الغيلان بتظهر في الصحراء، هكذا قيل، ما بنعرف نحن، قالوا انه تظهر بالصحراء. ولم يثبت عزيزي المشاهد اي دليل عن وجود او ظهور الغيلان في بلدة درنا.
فهذا الخبر هو مو أكثر من إشاعة، خليني أقولها يعني كمان مو أكثر من كذب، يعني قيل عن قال. وإلا شو ما معناتها يعني إنه والله زارت الغيلان لكثرة الجثث وفي جثث ما وصلوا لها. طب بالحروب القديمة عزيزي المشاهد، بالحروب العالمية والأولى، لك بالحرب الأوكرانية هلا قديه تركوا جثث، قديه جثث ما حدا لقاها، قديه في جثث ما اندفنت. مش معنى نحن يعني بالدول العربية لبعض الآلاف من الجثث والله بتظهر لنا الغيلان. شو كل هالقد بيحبونا الغيلان يعني بالدول العربية، أو لأننا بس يعني بنحكي والله عربي؟ أما عن الشاب اللي ظهر بفيديو وتداولته الناس بوسائل التواصل الاجتماعي إنه عم بيقدم، هذا الشاب ظهوره هو عم بيقدم صح مزبوط، عم بيقدم، بس ليش عم بيقدم؟ هذا الشاب عم بيقدم لوقت دخول صلاة العصر. وبتعرفوا انتم بسبة الاعصار اللي صار والخراب والدمار يلي صار بدرنا الله يعينه، هالمسجد هذا ما توفر فيه ميكروفون او مكبرات للصوت، فحمل حاله هالشاب ووقف على تل مسجد الصحابة، عند مسجد الصحابة، وحط ايديه هيك على تمه وبلش يرفع الاذان المسكين الله يجزيه الخير لتسمع هالناس وليخبر هالناس انه دخل وقت صلاة العصر مو اكثر. ولكن بعض الناس لقطت له هالصورة واستغلت الفرصة وقالت له اجيت بوقتك، قاموا حطوا صورة هالشاب وهو عم يرفع الأذان مع ظهور الغيلان وين بدرنا، ونشروا هالفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي. والله سبحانه وتعالى عزيزي المشاهد حذرنا من الكذب، حذرنا من تناول الأخبار اللي نحن مو متأكدين منها ومو متثبتين منها أنه هي صحيحة أم خطأ. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي لا يجوز أن تحدث بما تسمع إلا أن تتثبت من الخبر، من النبأ، هو صحيح أم غير صحيح. وأكد هالشيء هذا حبيبنا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، إذ قال فيها عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بما سمع. يعني شو بدك أدلة أكثر من هيك؟ عم بتقلي ظهرت غيلان، حبيبي مو هلا وقت ظهور هالغيلان هي اللي أنت عم تحكي فيها. فلا يجوز أن تذيع أخبار لتخيف الناس، بتروعهم بتخوفهم، ما بيعرفوا شو بدهم يساووا. ظهور غيلان أو غول تعرف شو معناتها؟ معناتها يمكن ما تعرف شو بدك تساوي، ممكن أول ما بتشوفه الغول اللي بده يظهر لك مو مثل الغول تبع الدنيا حبيبي. الغول اللي بده يظهر لك غول الله أعلم قد ايه طوله وقد ايه عرضه والله أعلم شو شكله. بده يجي الواحد يا جلطة يا سكتة قلبية ويروح فيها. وإذا لقطه الواحد يعني الغول إذا لقط الإنسان يعني شو بقولك الإنسان يكون هذيك الطبخة الكبيرة أو الوجبة الكبيرة الضخمة للغول، ما بيطلع لقمة. فشو بده يساوي فيك الغول؟ ما له بحاجة اللقمة ساعتها. فعندما تتأكد من أن النبأ أو الخبر صحيح وتبينت أنه صح وثبت، ساعتها ما عليك إلا الاتصال بالجهات الرسمية، جهات الدوائر الحكومية والأمنية واللي اختصاص الأمن والسلامة، بس توصل هالأمر هذا لهالجهات. هالجهات المسؤولة هي بتقوم بعمل اللازم والإجراءات اللازمة. صح هالكلام ولا لا؟ وبعدين عزيزي المشاهد تعال أقول لك، هلا في دعاء ما بعرف إذا سمعته، بيقول لك الله يجيرنا من شياطين الإنس والجن. شو عم بيقولوا يعني إنه والله ظهرت الغيلان، ظهرت شياطين السعرة. الله يجيرنا من شياطين الإنس والجن يلي الواحد منهم ما عم بيخلي أمر وما عم بيخلي فتنة إلا عم بيحدثها وعم بيفتعلها بين هالعالم وبين هالناس، عم بيخرب بيوت الناس. هلا الحاقد شو هو؟ مو شيطان؟ الحاسد مو شيطان؟ يلي عم بيعمل له شي فتنة مو شيطان؟ يلي عم بيكون سبب لقتال بين عشيرة وعشيرة ودولة ودولة، هذا شيطان ولا مو شيطان؟ هاتوا لكم خبروني.
وبعدين عزيزي المشاهد كمان الحكي بيناتنا يعني، هلا مو وقت الغيلان. بتقول لي ظهرت الغيلان في درنا، هلا مو وقتها. يعني ما بعرف ليش هالناس مستعجله، حابب تشوف الغول يعني؟ طيب اطلع على النت واكتب غول، بفرجيك الغول الصغير قد ايه. بالصوره يمكن ما بتشوفه اكثر من سنتي، بتشوفه بالحقيقه بالدنيا يمكن ما بيتجاوز، خلينا نقول بدك مترين، بدك 3 امتار. ليه مستعجلين على هالغيلان هاي؟ لك لسه راح يجينا وقت والله العظيم لتظهر اوامر الله سبحانه وتعالى حذرنا منها بهالزمان القادم هذا. بعدين تعال اقول لك هذا ياجوج وماجوج. شو هدول ياجوج وماجوج؟ هلا تعال اقول لك بكره نسمع والله في جبال المغرب ظهرت ياجوج وماجوج وفرق منهم وجيوش منهم، واكلت الاخضر من اليابس، واكلت هالعالم وهالعباد، ودمرت وخربت. شو هالحكي هذا؟ ياجوج وماجوج ظهورهم كمان مو بهالزمان ولا بهالوقت ولا بهالمكان. كل هالحوادث هي يلي الله خبرنا فيها يا عزيزي المشاهد، كلاتها إلى وقتها وإلى زمانها وإلى أسباب لحصولها وحدوثها. فلا تستعجلوا على مهلكم، شوي 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 شوي، بس قولوا إن شاء الله ما منكون من أهل هديك هالحوادث يلي بدها تصير. بالنهاية عزيزي المشاهد خلينا نحكي بالعقل شوي. مو أي خبر بتسمعه لازم فورا تنقله، لازم تتأكد من هالخبر انه هو صح ولا غلط، وانا ذكرت الاسباب ليش. وبنفس الوقت ما بدنا نكون يعني، ما بدي انا ما بدي يكون مثل البومة، الخبر السيء اركضوا انشروا، والخبر الحلو اسكت عنه قول والله شو، والله ما بيستاهلوا انه وصلوا او هيك شيء. لا عزيزي المشاهد، بدنا نكون واعيين قدر الامكان، متفهمين قدر الامكان، نعرف الصح من الغلط. الله يرضى عليكم. بالنهاية عزيزي المشاهد بتمنى اني اكون وصلت لكم الفكرة يلي هي حقيقة ظهور هالغيلان في بلدة درنا الليبية. الله يرحم امواتهم ويعينهم على مصيبتهم. لا في غيلان ظهرت، ولا ضباع اكلت، ولا اسود انتشرت، ولا شيء، كلياتها مو اكثر من اشاعة تداولتها العالم، وهي هي سيدو الحكاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.